السلام عليكم. شاهد لقطة جميلة بين اللاعب المغربي أشرف حكيمي ورامي بن سبعيني نجم المنتخب الجزائري في مباراة القمة اليوم التي جمعت بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. شاهد أشرف حكيمي كان يريد مراوغة بن سبعيني وتسجيل الهدف في مرمى بروسيا دورتموند، لكن رامي بن سبعيني تصرف بذكاء كبير في هذه اللقطة، حيث كانت باريس سان جيرمان في هجمة مرتدة وانفراد كامل بمرمى دورتموند، لكن رامي بن سبعيني رفض ترك مكانه، وهنا الكرة وصلت لأشرف حكيمي الذي كان أمامه مدافع واحد وهو رامي بن سبعيني، والذي تدخل وقطع الكرة بشكل جيد أمام أشرف حكيمي رغم محاولة هذا الأخير المراوغة والتسجيل، ولكن وجد الصخرة الجزائرية رامي بن سبعيني الذي أنقذ بروسيا دورتموند من هدف محقق للنجم المغربي أشرف حكيمي. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك في هذه اللقطة؟ لا تنسوا مشاركة آرائكم في التعليقات والإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.